السلام عليكم. تعالوا بينا مع بعض نشوف ايه الجديد في توسعة كورنيش اسكندرية. احنا حاليا في منطقة العصافرة على البحر. طبعا التوسعة حاليا المرحلة الاولى كانت من المنظرة لحد العصافرة. هنشوف ايه اخر التطورات وايه اللي اتغير عن اخر مرة صورنا فيها. اخر مرة طبعا كان يدوب محطوط طبقة الاسفلت، كانت لسه جديدة، ما كناش حتى عارفين نعدي عليها، كانت لسه لينة، وما كانش المنطقة اللي في المنظرة كلها اتعملت بالاسفلت. احنا حاليا اهو في المكان اللي هنحود بقى منه للحارة البحرية، لان الحارة القبلية هي اللي فيها شغل حاليا. الحارة البحرية طبعا بتاعة الكورنيش مقسومة 2 رايح جاي، اهي دي الحارة القبلية. حاليا اهو الاسفلت تمام، والاعمدة بتاعة الانارة موجودة. جديد كمان ان في اهي اشارات المرور اتحطت، بس طبعا لسه ما اشتغلتش. انا شايفة ان الطريق الله اكبر ما شاء الله خلاص تمام، يعني على التفنيش فاضل فيه بس التخطيط اللي هو بيبقى الاسهم والحاجات اللي اللي على الارضية نفسها. بالمناسبة واحنا جايين كمان من ناحية المنشية ومحطة الرمل، طول الطريق متشطب، الطريق متجدد، يعني حتى اللي ما كانش فيه توسعة او ما كانش فيه اعمال حفر وكده، لا الطريق برضو متشطب جديد متجدد. بعد الانتهاء ان شاء الله يبقى الحارة اللي احنا ماشيين فيها دي راجع بس، والحارة التانية القبلية رايح. هيخف طبعا من التكدس اللي موجود اليومين دول. ابصوا الاشارات بقى والاعمدة. كافيه سانتوس العصافرة اهو، المنتزه اهو ظهر معانا، حتى الجزيرة اللي في النص اهي، يعني خلاص يعني الدنيا بتتفنش. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. هنمشي معاكم على طول الطريق لحد ما نوصل المنظرة، ونشوف هل عند المنظرة فيه ايه تجديدات. اهي عملية الانارة برضو والاشارات، بس طبعا لسه ما اشتغلوش، لسه ما فيهمش كهرباء. يعني اللي انا شفته فيه كهرباء على اخر الطريق هناك ناحية المنظرة، خلاص اهو شايفين الناحية دي اهو بس اللي فيه كهرباء، ده اللي تم يعني الانارة فيه. طبعا الناس كلها مترقبة ان الطريق ده يخلص، لان هيخلي الكورنيش يتنفس شوية وهيخلصهم من الزحمة والتكدس وكده، خصوصا كمان منطقة سيدي بشر وكوبري محمد نجيب، لان المنطقة هناك حيوية جدا. ابصوا بقى الاعمدة اللي شغالة اهي منورة. احنا يعني كنا قرب المغرب كده، فطبعا هي بحساسات، فطبعا اشتغلت. بنوصل هنا اهو لحد طريق المنظرة، بنلاحظ ان الدنيا تمام وزي الفل. المرة اللي فاتت لو تفتكروا كنا مصورين، كان طريق المنظرة ده ما كانش لسه اكتمل الاسفلت بتاعه، ولحد العصافرة كان لسه برضو الاسفلت ايه، ما كانش حد يقدر يعدي عليه. حاليا الناس بتعدي وبتروح وتيجي، حتى انا شفت موتوسيكلات معدية مخالف من الناحية التانية. اسكندرية طبعا اليومين دول لسه هادية علشان الامتحانات، وعلشان لسه الصيف ما بدأش، لسه الزيارات ما جاتش وكده، لكن الدنيا رايقة كتير. انتوا في الصيف متقدروش تمشوا على الرصيف ده، لان طبعا شواطئ المنظرة هنا ورانا اكتر شواطئ بيجي عليها المصيفين. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى اكون وصلت لكم الصورة كاملة.